الدنيا اتغيرت قوي. مناديل مناديل يا استاذ، مناديل. لا حول ولا قوة الا بالله. هشوف لك فكة يا بنت اهي، اكيد الشمس تعبتك. ايه ده بابا؟ اتفضلي. مالك يا بنتي بتبصلي كده ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش. اتفضلي يا حبيبتي، خدي. دي اللي قدرنا نجمعناه في المسجد، بس يا رب كده يكون قدرتي كده تكملي العملية بتاعتك وربنا يشفيك يا رب ان شاء الله. هو انت تعرفها؟ ايوه يا استاذ اعرفها. البنت دي بتيجي هنا من زمان، مسكينه، بتيجي عشان تلم يعني تعمل لها عمليه عشان تمشي. الله. اهلها ولا منه لله ابوها دي ماشي بطال، سابها هي وامها المسكينه وماشي على حل شعر، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي يا استاذ كده اللي يمشي المشي البطال ده يتخرب بيته. لا حول ولا قوة الا بالله. يا استاذ بالله عليك يبقى ساعتها ربنا يقدرنا عليها ساعتها بيه. مالك يا بنت بس اهدي ما تعيطيش. لا حول ولا قوة الا بالله. في حد يعمل في ضناه كده؟ انت بجد ما تعرفنيش؟ معلش يا بنت سامحيني، انا غايب عن البلد بقالي 10 سنين. انت مين؟ انا بنتك. انت ايه؟ بنتك. هيلين؟ انت بتتكلمي بجد؟ امال بهزر؟ طب انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ بعد ما انت سافرت وسبتني مع مرات ابويا، هي اللي عملت فيا كده. ايه؟ بقى هي اللي تعمل فيكي كده؟ ازاي؟ وانا بعت لها فلوس العمليه وكل المصاريف. بقول لك ايه يا شيماء، ما تيجي نشوف البت دي اتلمت فلوس قد ايه؟ ما احنا كده كده هنشوفها. انت عارفه يا شيماء ايه والله البنت دي هي وابوها رزق جدا. هي معانا هنا وابوها يبعت من بره. يلا رزق يلا من جوه بسرعه. ومن بره. يا ما انت كريم يا رب. بقى كله ده حصل وانا غايب؟ واكتر كمان. بابا بقول لك إيه؟ امشي دلوقتي، امشي دلوقتي. الله الله الله، ده ايه الفلوس الكتير اللي انت جبتيها دي؟ ده رزق على الاخر يا شيماء. ايه ده؟ امال مين اللي مع شيماء ده؟ وكمان بتاخدوا الفلوس من بنتي وتسيبيها؟ بقى ده اخرتها يا شيماء؟ ده انت يا بت رزقك واسع. وريني معاكي تاني هنا كمان في فلوس تاني معاكي. مش معايا تاني. طب بقول بقول لك يا شيماء، ايه؟ انا رايي نسيبها ساعه كمان. ايوه ده ممكن تجيب ونرجع رزقتين لها. ثلاثه صح؟ يلا 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 بسرعه. طيب. بدل طب ما انا حد جعانه. يشوفنا. يا اختي مش وقت، انت همك على بطنك كده. هجيب لك طبق كشري بالليل. اهدي. هاتوا جعانه جعانه جعانه. بتخلي بنتي تتسول في الشارع؟ ماشي. شفت يا بابا؟ شفت اللي بيحصل لبنتك؟ شفت يا بنتي، واسف على اللي بيحصل لك ده وانا موجود، بس سامحيني وانا هجيب لك حقك. ضحى يا شيماء، ايه؟ انت ما كلمتيش ابويا يبعت فلوس ولا ايه؟ لا ازاي، طبعا كلمته يعني وهيبعت إيه؟ فلوس. ده ممكن فلوس توصل النهارده وتيجي النهارده. النهارده؟ ايوه. هيبقى فل الفل يا شيماء. يلا ده ايه بينا. ده هتبقى فرجه. يلا. ايه ده؟ احمد اخويا. اخويا، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله أخبارك؟ يسلمك يا محمد. ايه يا عم ما اتصلتش ليه ولا اي حاجه؟ انا قلت اعملها لكم مفاجأة يا محمد. فجأة ايه ده يا احمد؟ في مالك؟ مش دي يا ابن البنت اللي بتقف على اول الشارع اللي الناس بتساعدها؟ حتى انت كمان يا اخويا معرفتش بنت اخوك؟ ايه؟ ايوه زي ما سمعت. انا متفاجئ يا احمد. بنتك ايه؟ هي دي الامانة اللي سايبها لك واللي قلت لك خلي بالك منها يبقى اسأل عليها؟ لا يا احمد انت مش فاهم حاجه. انا كذا مره راحوا البيت عندك ومراتك تقابلنا مقابله مش كويسه، قلت خلاص يبقى انت اللي قايل لها. انا عمري ما اقول لها حاجة زي كده. على العموم انا عايزك تخليها عندك بس يا محمد لحد ما في كام حاجة كده لازم اخلصها. لا قوي يا اخويا، خليها عندي حاضر، بس حاجتين قول لي. بعدين هتعرف كل حاجة. شيماء، شيماء، هي لسه ما رجعتش؟ ما هي دايره مقضياها على حل شعرها ومفهمه الناس ان انا اللي سكتي شمال ورماها هي وبنتي. ماشي يا شيماء. ايه ده؟ ايه الشنطه دي؟ احمد؟ ايوه أنت احمد يا جيت؟ شيماء. مفاجأة صح؟ اه طبعا. انت ما قلتش ليه ان انت جاي؟ مش كنت تقولي طيب عشان استقبلك؟ لا ما انا قلت اخليها مفاجأة. المهم الحمد لله على السلامه. اما البنت فين؟ انا مش شايفها يعني. بنتك بتتفسح. ده راحت فسحه كبيره قوي النهارده مع اختي. كانوا بتتفسح؟ متفقين هما الاتنين. طب والله كتر خيرك يا شيماء، مدلعة البنت على الاخر. على طول. اختي مهتميه بيها قوي، كل اسبوع تاخدها معاها تفسحها في مكان شكل.
ويا ترى بقى يا شيماء، الفلوس اللي بعتها لك وعملت لها العمليه ولا لسه؟ العملية انا هقول لك، اصل الدكتور اجلها، قال لازم العملية بتاعتها تتأجل شوية عشان في شوية بس فحوصات وتحاليل تاني بيعملها لها، وهو كان مسافر بره 15 يوم، بس هو ده اللي أجل الموضوع. يعني هو الدكتور اللي اجلها؟ من عند الدكتور طبعا، انت عارف لازم كله تحت اشراف الدكتور يعني. اتعبك معايا يا عمي معلش. لا يا بنتي، حقك عليا ان انا ما سالتش فيك الفتره اللي عدت دي، بس منها لله امك. ايه ده؟ هي البت عمها خدها ولا ايه؟ شكله هيخليها تلم هي كمان، ما هي بصراحه البت مصلحه لاي حد. طبعا اذنك بقى، انا هروح اجيبها من عند اختي عشان تيجي تسلم عليك، دي هتفرح قوي لما تشوفك. ماشي يا شيماء. خلاص ماشي ماشي. لسه برضه يا شيماء مصممه تكدبي؟ نهار اسود ومنيل، ده انا لازم اروح اجيب البنت دلوقتي حالا. ايه ده؟ البنت كانت هنا، راحت فين بس؟ يكونش اسلام خدها؟ اكيد اسلام خدها، انا هروح له. اسلام يا اسلام، شيماء. بقول لك ايه، البنت فين؟ البنت فين؟ ما تقلقيش على البنت، البنت مع عمها. عمها؟ ايوه شكله عايز يعمل مصلحه لحاجه، اشمعنى انت يا شيماء؟ يا نهار ابيض، مش عارفه اقول لك ايه. هتقولي ابوها لي في إيه؟ البيت، ابوها في البيت، ابوها جه. ابوها في البيت؟ اعمل ايه؟ طب حلو قوي، قولي له مع عمها. يا نهار اسود ومنيل، عايزه حاجه؟ عايزه ايه بس يا ربي؟ اتصرف انا ازاي دلوقتي؟ يعني ايه اقول له مع عمها؟ محمد يا اخويا خلي بالك من البنت. احمد، انا عايزه اقول لك حاجه. ايه يا شيماء؟ البنت مع عمها. عمها؟ انا عايزه اقول لك على حاجه بس مخبيها عليك. حاجه ايه؟ بص، عمها كل يوم يجي ياخدها يقعدها كده في مكان، وكل يوم بيغير المكان، بس الناس بتشوفه وبتيجي تقول لي. بيخليها بقى تسرح بمناديل، تشحت، تمد ايديها، اللي رايح واللي جاي يديها حاجه. انا مش عارفه اجيب لك الموضوع ده ازاي، ومش عارفه اجيب لك السيره دي ازاي واقول لك كده. عمها اللي بيعمل كده؟ وعايزه اقول لك حاجه، عايز تتاكد؟ اهي مع عمها دلوقتي، تعالى وشوف. طب ماشي يا شيماء، تعالى عشان عايزك. خير يا احمد، في ايه؟ تعالي ادخلي. انا جيت اهو. ادخلي. ما انا جايه اهو. انا بقى خليكي زي بنتي بالظبط. هتعمل ايه يا احمد؟ ايوه تعالى يا اخويا، تعالى يا بنت ادخلي. تعالى يا محمد، انا قاعده هنا. ماشي كده، على على مهلك. مهلك على مهلك على على مهلك. مهلك. رجلي، يا رجلي، يا احمد عملت فيا ايه المجنون ده؟ رجلي. خليك بقى هنا يا محمد وانا هدخل اجيبها وجاي. يا ابني انت عملت ايه؟ فهمني. هتفهم دلوقتي يا محمد كل حاجه. رجلي رجلك؟ لله رجلي. هو انت لسه شفتي حاجه؟ نفسي اللي بنتي شفتها هخليكي تشوفيه. يلا قومي. مش قادره. هو بابا خد الكرسي وراح فين؟ معرفش، اصبري يا بنتي لما نشوف. انا قدامك بساله مش عايز يرد عليا. يا رجلي مش قادره. اهي يا بنتي بقت زيها زيك بالظبط، بس خلاص هي مش هتقعد معانا في البيت هنا، هي هتروح للي كان تعرفه. خليه بقى يشحت عليها. لا استنى عنك انت يا اخويا. في يا اخويا هتعمل ايه؟ هتعملوا فيا ايه؟ لما الكلاب ما تعرفش كانت بتقابلني ازاي وتقول لي ايه؟ تعالي. حد يلحقني. امشي يا شيخه اتحركي. انا اوعى كده. انا اسف يا بنت على اللي حصل، بس انا اللي عملت كل ده، بس صدقيني هعوضك عن اي حاجه وحشه حصلت معاكي. ايه يا احمد هتعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اتصل بالدكتور واحدد معاه ميعاد العمليه لبنتي، اول حاجه لازم اعملها. طب كويس، تمام يا توكل على أخويا. الله واتصل. وانا بشكرك على وقفتك معايا. لا يا عيب يا احمد، ده احنا اخوات. ربنا يخليك لي يا اخويا. تمام، لو احتجت اي حاجه رن عليا. ماشي. اسلام، يا شيماء. المكان ده المكان ده مش بيفكرك ببنت الزفت دوت اللي عمل في رجلي كده؟ ايوه بيفكرني يا شيماء، ما انت برضه هتبقى نفس الموضوع. انت بتتكلم بتقول ايه؟ امال هصرف عليكي منين؟ طب الاول كان بنت جوزك اللي بتصرف علينا، دلوقتي مين اللي هيصرف علينا يا شيماء؟ وما تقلقيش انا عامل حسابي، لا ارجوك يا اسلام، جايب لا لك مشيني من المناديل هنا. وجايب لك كل حاجه. لا
مشيني من هنا تعالي ارجوك بس. يا النبي. لا 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 لا، امسكي الشنطه اهي والمناديل. انت عليك يا اسلام، اخفى ساعة كده عليك. وأعدي عليك، بس يا عليك ريت يا بقى إسلام. ظبطي الدنيا كده يا شيماء. يلا سلام. النبي استناني بس يا جماعه.